وبتبيع كوتشنج او كورسز او منتورشيب او ديجيتال برودكتس زي اي بوك او كونسلتيشنز، ومش عارف تقيس مبيعاتك ماشيه صح ولا غلط، فخليني اقول لك تقيسها ازاي. في الاول لازم تفهم حاجه اسمها كونفرجن ريت. ايه هو الكونفرجن ريت ده؟ اللي هو معدل التحويل من كل 100 ليد يبعتوا لك. الليد اللي هو واحد عميل محتمل شرائه، مهتم بالخدمه اللي انت بتقدمها او المنتج اللي انت بتبيعه. طيب من كل 100 يبعتوا لك، المفروض من 2 ل 3% يشتروا لو انت بتعمل فايرال كونتنت. يعني من كل 100 2 او 3 يشتروا. طيب لو انت بقى بتعمل اعلانات ممولة، بتدفع فلوس على الفيديوز ديت، الكرييتيفز اللي انت عاملها عشان تنتشر، فانت المفروض يجيلك من 6 ل 7%. يعني من كل 100 يبعتولك 6 او 7 يشتروا. طب لو انت المعدل بتاعك مش كده اصلا، يبقى انت كده في عندك حاجة غلط في المحتوى بتاعك. طيب ازاي تظبط المحتوى بتاعك؟ لازم حد بروفيشنال يكون معاك، هو اللي يقولك تعمل ايه، او تاخد كورسز. فلو انت ما عندكش وقت، فانا عندي خدمة اسمها كوتشنج بساعدك فيها ان انت تنتشر، وبكون معاك خطوة بخطوة وبقولك تعمل ايه. لكن لو انت عندك وقت تاخد كورسز وتقعد شوية، يعني تذاكر شهر مثلا او حاجه، فكمان عندي كورس. لو بعتلي على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، هساعدك ان شاء الله ان انت تنتشر ايا كان مجالك ايه، وباذن الله مبيعاتك تزيد.